بالنسبة للتوصيات المفوضين بتعطيل أو تعليق الطعون المقدمة أو الحكم في الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة، هي توصية، وتوصية مهمة جاية من مين؟ جاية من الحكومة نفسها، جاية من تقرير الحكومة نفسها، هي اللي قالت يتم إيقاف مؤقت لكل الطعون أو الفصل في هذه الطعون لحين البت من الدستورية. ليه؟ لأن الدستورية لو قالت إن القانون ده غير دستوري هيبقى من حق كل مستأجر يرفع قضية تعويض على الحكومة للأضرار النفسية والمعنوية والمادية اللي هي تسببت فيه. تخيل بقى 3.5 مليون مستأجر يرفع قضية على الحكومة، فده كان توصية من الحكومة. دي توصية قوية جدا، توصية قوية جدا. بقى التوصية دي هتعمل ايه؟ معناه ان كل الطعون اللي متقدمة في مجلس الدولة هتروح الدستورية. من هيحضر في مجلس الدولة يطلب من خلال بقى تفعيل هذه التوصية وتحويل الطعون دي للدستورية، يبقى كل الطعون بتاعته راحت الدستورية، وكل المحامين اللي عندهم طعون يمشوا على خطاه ويروحوا الدستورية. ده معناه ان كل الطعون راحت الدستورية يا جماعة. طيب الناس بس اللي فاكرة ان المفوضين دي مفوضين خاصة بالمحكمة الدستورية، لا يا جماعة ده خطأ. المفوضين دي خاصة بمين؟ بمجلس الدولة، لأن الطعون متقدمة في مجلس الدولة، لسه ما راحوش الدستورية. الناس اللي عاملة طعون هي اوريدي بتدفع 250 جنيه، يعني هو ما جدش عليهم حاجة. الناس اللي مش عاملة طعون، لو عندك فرصة مدة الطعن ما خلصتش، روح اعمل طعن. لسه قدامكم المدة بتاعتكم 60 يوم بتوعكم ما خلصوش، اعمل طعن. جلسة هتقدم على الطعن، الجلسة التانية تطلب بتفعيل التوصية على الطعن بتاعك، فهي مش هتاخد جلستين وتقوم داخل على الدستورية، هتاخد منك جلسة. يعني هي جلسة هتقدم على الطعن، الجلسة التانية هتطلب بتفعيل التوصية اللي طلبت بيها المفوضين. المحامين اللي هيوصلوا الدستورية بالطعون دي يتمسكوا بهذه التوصية بتعليق الطعون المقدمة في مجلس الدولة، تتمسكوا بيها عشان يتم تفعيلها. التوصية دي غير ملزمة للمحكمة، والتوصية دي مش معناها تعطيل القانون، لازم نبقى فاهمين. مش تعليق القانون. هنا بقى النقطة الغلط اللي الناس بدأت تنشرها، القانون لم يتم تعليقه، اللي تم تعليقه الفصل في قضايا أو الطعون المقدمة في مجلس الدولة ضد الأجرة، بالبلدي يعني الخناقة بتاعت الأجرة. في توصية مرفوعة للمحكمة قالت هتوقف الحكم لحد ما الدستورية تقول القانون ده دستوري ولا غير دستوري. طيب الناس اللي مدة الطعون بتاعتها يعني خلاص خلصت، انت بقى حر الحركة جدا. ليه؟ تدفع 250 لو المؤجر رفع عليك قضية، تبدأ بقى هي كل الخطوات دي من القضية اللي المؤجر رفعها عليك 250، او تدفع الإيجار اللي في عقدك. يا جماعة قانون 164 اللي احنا المفروض ان احنا شغالين بيه، اقروا المادة التانية، هيقولك هذه العقود اللي هو عقد حضرتك ممتد لمدة 7 سنين للسكني و5 سنين للتجاري. يعني العقد بتاع حضرتك موجود في قانون 164. المؤجر ممكن يرفع قضية على اللي عامل طعن، وعلى اللي مش عامل يقدر يرفع قضية على كل الناس، لكن هو هيبقى دفع فلوس على الفاضي، قضيته نزلت على الأرض. ليه؟ علشان في توصية بإيقاف الفصل في قضايا الطعون. طب وقضايا الطعون دي خاصة بإيه؟ بالمنازعة على الأجرة. يعني إيه منازعة على الأجرة؟ يعني الخناقة على الإيجار. أي مؤجر هيرفع قضية عشان حضرتك دفعت الإيجار ناقص هتاخد إيقاف بسبب إيه؟ بسبب التوصية اللي طلبت بيها المفوضين في مجلس الدولة. قرار رئيس الوزراء هو رقم 200-789 لسنة 25، هتلاقوا فيه كل التفاصيل. تمسكوا مادة بقى من قرار رئيس الوزراء ده وتفصصوه، تلاقوا ان اللجان ما نزلتش، تلاقوا ان التصنيف اصلا غير عادل. انت حضرتك بتطالبني باني ادفع عن منطقه متميزه وانا الشوارع عندي مكسره ومش مرصوفه والبلاعات طفحه والمجاري ضربه، وانت مسمي الشارع ده متميز بناء على ايه؟ اللي عامل طعن اصلا بيدفع 250 جنيه، فمش فارق معاه. اللي مش عامل، لو لسه قدامك فرصه تطعن
روح اطعن، يعني 60 يوم بتوعك ما خلصوش، روح اطعن في جلستين هيطلع لك هتاخد نفس الايقاف. عنتش حضرتك تدفع يا الايجار اللي في عقدك يا ال 250 جنيه. الوقف التعليقي على الاجره ملوش علاقه بالطرد، الوقف التعليقي خاص بالأجرة، لأن قضايا اللي مرفوعة في مجلس الدولة مرفوعة ضد قرار رئيس الوزراء، القرار 2789 لسنة 2025، والخاص بالأجرة والخاص بتقسيم المناطق وقرارات المحافظين، ملوش علاقة بالسبع سنين. 7 سنين في قضايا تانية في الدستورية. اللي ملحقش الطعن عنده حرية الحركة. لو دفعت الإيجار كامل انت حر. لو دفعت ال 250 جنيه او الايجار اللي في عقدك فانت ايجارك ناقص، المؤجر ممكن يرفع عليك قضيه. هتقول لي طب وهو اللي عامل طعون المؤجر ما يرفعش عليه قضيه؟ لا، المؤجر يرفع عليه قضيه. اللي عامل طعن هيجيب الورقه من المحكمه ان في منازعه على الاجره وان في وقف تعليقي للحكم في هذه المنازعه. طيب حضرتك اللي مش عامل طعن المؤجر رفع عليك قضيه، هتبدا كانك عامل طعن بالعكس، لكن انت عندك حاجه افضل، ان انت كمان ممكن تدخل قضيتك توصل بيها للدستوريه وتدخل فيها الخروج بعد 7 سنين انه امر غير دستوري.